أمس صار قدامي موقف أثر فيني. كنت راكب مع رائد تاكسي مصري واضح عليه غلبان، وجت حرمة سورية تبيع بقلاوة. قالت له أنا سورية ولا جاي هنا وأبغى أصرف على أولادي واشتري مني. فطلع من جيبه 20 جنيه، ترى الجنيه هنا يسوى، ما أعطاه إياه ولا أخذ منها، وما أخذ منها البقلاوة. أقسم بالله أجزم أن هذا المصري إنه في حاجة ل 20 جنيه وأعطاها، وما قال أنت في بلدي تكليل رزقي. وراحت الحرمة دي، أخذت الفلوس ومشت. الله سبحانه وتعالى كفل لها الرزق على حساب التاكسي. والله كفل التاكسي الرزق علينا. أنت متخيل فقير يطعم فقير؟ هذا اللي ينفق لا يخشى الفاقة والله. وحنا الله معطينا خير ونتذمر من وجودهم في بلدنا. ترى مو هو بالخير انك انت تفتح بلدك للناس اللي تعاني من حروب ومشاكل وتترزق الله. الخير انك تكف اذاك عنهم لما يجون عندك. الفكر الصهيوني اللي كلنا نحمل ان هذا بلدي، ترى هذا غلط. هذا بلد المسلمين. مصر هي بلد المسلمين، السعودية هي بلد المسلمين، اليمن هي بلد المسلمين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت هذه الدول دولة واحدة وأرض المسلمين واحدة، تصرف الزكاة في الشام وترسل إلى اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما المصريون إخوة ولا إنما السعوديون إخوة ولا الخليجيون إخوة، لا. لأني أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم لازم إني أنا أشعر إن هذاك أخوي المسلم حتى لو إنه إثيوبي، ولو جاء عندي في بلدي فهو يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى. حنا في سعة في خير ونتحاسد نتباغر، فلان أخذ حق فلان، فلان ضيق علي، وفلان. شوف ذولي مصر 100 مليون وضيق في العيش ما عندي. أقسم بالله متى ما طهرنا قلوبنا من الحسد اعرفوا أن الله سبحانه وتعالى بيرفع عننا الغلا والوباء وكل شيء ما هو بزين. إي والله. استودعكم الله، نشوفكم إن شاء الله اليوم في مطار ثاني، راح نغادر القاهرة. في أمان الله.